السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية السلم في المنام، أو السلالم، أو السلم اللي بالكهرباء، أو الأسانسير. بس قبل ما اتكلم عنهم يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. اللايك يا جماعة عشان يوصلكم كل فيديو جديد أنا بنزله. طلوع السلم يا جماعة الدرج، طلوع ان انت تطلعيه بسرعة ان شاء الله، زوال هم، مشاكل، في امر انت عايزاه ربنا هيقدهولك بسرعة، في شيء انت بتتمنيه هيتحقق لك عشان انت طالعة. طيب لو لقيتي في درج متكسر او حاجة، ده صعوبات او امور هتقابلك فيها صعوبة، لانك الطلوع عندك بصعوبة، او مريض لا قدر الله تعبان وبيطلع ويشوف الامر ده قدامه، في ان هو التعب ده انه عنده فترة. تمام. طب لو شاف ان هو بيطلع بسرعة، شفاؤه من التعب ده. اللي شاف ان هو عنده انه بيطلع بسرعة، ذهاب المشاكل والهم، فك ضيقة، فك ازمة، طلوعك بقى من الازمة دي، من مشكلة، من الكرب اللي انت فيه، طلوع منها باذن الله. تمام. طلوعك بالسلم بالكهرباء حاجة جميلة جدا. الصعود للأعلى هتبقى علو في شأنك، ربنا أدلك شيء هيقدلك بسرعة جدا. أمر أنت كنت مستني ربنا هيسر لك الأمر فيه بسرعة. عندك دين هيتفك بسرعة بإذن الله. طلوع الأسانسير يا جماعة، طلوع الأسانسير من أحب الرؤى. طلوعك بسرعة في منت، يعني دعوة أنت دعيتها تستجاب لك، فك دين، فك كرب، مشروع انت عايز تعمله يعني ربنا هيسر لك الامر فيه بسرعة وهيقضى. الفلوس انت مستنيها هتجيلك بسرعة وهتقضى. طب ايه الوحش؟ الهبوط او النزول يا جماعة وحش جدا. تبقى طلعت في حاجة ويتخسف بيها الارض، مش هتنفع. لو طلعت بالاسانسير والاسانسير نزل بيك بعزم ما عنده، يعني هتخسر مشروع، فلوس هتضيع منك، يعني بسرعة برضو. تمام يا جماعة. فالطلوع والصعود من الرؤى الجميلة. دايما لما تشوف ان انت طالع وطالع بسهولة، ربنا يسر لك الامر في شيء انت عايزه، اعرف ان انت دعيت بالشيء ده وربنا يسر لك الامر فيه باذن الله. ده السلم او الاسانسير، السلم بالكهرباء او الاسانسير او السلم العادي. ويا رب يا رب يجعل دايما كلنا في الطلوع مش في النزول يا رب. نجاح الطالب في الطلوع من الدراسة، خلص السنة ده يطلع منها على خير. واحدة عايزة تتخطب وشايفة انها بتطلع هتتخطب لواحد كويس جدا، وهتطلع من الكرب والضيقة والخنقة اللي هي فيها. واحد عنده أزمة مادية وشاف ان هو طلع السلم بالكهرباء والأسانسير، ربنا يقدره الأمر ده بسرعة، فك ضيقته، وإن كان تعبان ربنا يشفيه ويعفيه بسرعة من هذا المرض. ففك ضيقة وفك كرب الطلوع يا جماعة. أما النزول حاجة وحشة جدا، رؤية غير محمودة بالمرة. والله أعلى وأعلم. متنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.